يا محمد، من صام يوما واحدا وقرأ هذا الدعاء ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو في أي وقت كان، تقوم على قبره ومعك برق من نور عليه سراج من ياقوت أحمر، فيقول الملائكة: يا إله السماوات والأرض، هذا عبد من عبيدك قرأ الدعاء في عمره مرة واحدة. ثم ينادي المنادي من قبل الله تعالى أن أصرفوه إلى جوار إبراهيم الخليل عليه السلام وجوار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا محمد، ما من عبد قرأ هذا الدعاء إلا وغفرت ذنوبه، ولو كانت عدد نجوم السماء ومثل الرمل والحصى وقطرات المطر وأوراق الأشجار ووزن الجبل وعدد ريش الحمام وعدد الخلائق الأحياء والأموات وعدد الوحوش والدواب، يغفر الله تعالى ذلك كله. ولو صارت البحار مدادا والأشجار أقلاما والإنسان والجن والملائكة والخلق الأولين والآخرين يكتبون إلى يوم القيامة، لا نفد المداد وتكسرت الأقلام، ولا يقدرون على حصر ثواب هذا الدعاء. يقولون إن للدعاء كالتالي: لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله اعترافاً بربوبيته.